ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. فيديو النهارده هتكلم عن منتجين بس مش هعملهم مقارنه مع بعض او مش هعملهم مقارنه قصاد بعض يعني. هتكلم عن المنتجين عادي وهقول الاتنين حلوين في ايه ووحشين في ايه وكده. فمش هعرف اصنف الفيديو في مقارنات مع بعض، بس هنخلي ان انت تسمعي عن المنتجين وبعد كده تحددي ايه المتاح ليكي. فمش عايزه اطول عليكم ويلا بينا مع بعض نبدا. اول واحده وهي اللي حرقتها معايا في تريليون فيديو قبل كده هي الماسكارا دي بتاعه ايفر بيوتي. بصوا، مهما هتستخدمي وهتشوفي وهتجربي عمرك ما هتتخيلي او هتلاقي ماسكارا في نفس الحلاوه والجمال دي. اول حاجه خالص واهمها ان هي ما بتوقعلكيش الرموش، ما بتوقعش الرموش. انت بتستخدمي ماسكارا بتديكي افكت كويس قوي على الرموش، وكمان مش بتوقعلك الرموش خالص. يعني ما تستنيش من ان هي توقعلك الرموش، تطلع بكل سهوله. وهي موجوده يعني لما بتوصل تطلع معاكي بكل سهوله. طول ما هي موجوده عامله لك افكت في رموشك خطير خطير خطير. وكمان لما تيجي تغسلي بتطلع كده ووتر بروف، ما بتوقعلكش رموشك، ما بتوقعش الرموش، ما بتطلعش الرموش من مكانها. خطيرة خطيرة خطيرة. فمهما تقارنت المسكرة عندي ووصل الليفل ايه اللي عجبني، عمري ما هلاقي زيها. فبصي يعني لو انتي نازلة تجيبي اي مسكرة في الدنيا ولقيتي دي قدامك، سيبي المسكرة اللي هتجيبيها وهاتي بجد، هاتيها، لان بجد عمرك ما هتندمي ان انتي استخدمتيها ابدا 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 ابدا. تاني مسكرة وهي برضو مؤخرا بقت حبيبتي وحبيتها جدا جدا، وجبت منها 2 بستخدمهم وعندي منها ستوك على جنب، وهي بتاعة روزبيري. روزبيري البينك دي برضو انا لسه متكلمة عنها في فترة من فيديو، بس دي خطيرة 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 بالنسبة لي. بقت دي نمبر 1 ودي نمبر 2 على طول. يعني دي بالنسبة لي فيرست ودي سكند على طول. اللي هو لو انا شفت دي هجيبها، لو انا لقيت الاتنين هجيب دي وبعدها هجيب دي. طيب ليه برضو روزبيري حلوة وحبيتها؟ لان اولا ما بتوقعش الرموش. انا جربت انواع كتير جدا كلهم بيوقعوا رموشي، فان انا الاقي ماسكارا بتديك افكت حلو ومش بتوقعلك رموش فانا هجري عليها وانا مغمضه. فلقينا ماسكارا حلوه ما بتوقعش رموش، ندخل على الحاجه اللي بعدها وهي ان هي هتديكي تطويل وتكثيف، وهيبقى شكلها كده في رموشك. الله، واو، الحلاوه دي حلوه قوي. وبتبان ان بصوا، في انواع ماسكارا، انا عايزه اوضح لكم المعلومه، في انواع ماسكارا بتستخدميها بتحسي بجد ان انت حاطه رموش فيك، وفي انواع بتبقي مستخدمه الماسكارا هي مدياكي تطويل وتكثيف وافكت كويس جدا، بس مش محسسه ان انت جايبه حاجه حطاها هنا. فهي دي كده بتديكي افكت كويس قوي على الرموش، في نفس الوقت ما تحسيش ان انت جايبه حاجات كده جايبه مش حطاها هنا. لا، هي كويسه جدا وبتخلي شكل العين او شكل الرموش ناتشورال جدا. فاديها برضو 10/10 ونجمة، لانها حلوة وما بتوقعش الرموش خالص خالص خالص. فبالنسبة لي انا عايزة اوريكم الفرشة، هوريكم برضو السن بتاعها عشان بس تبقوا متأكدين من المعلومة اللي انا بقولها. حاسة برضو انا وريتها لكم قبل كده بس مش مشكلة اهو. فبصي يعني حرفيا هتلاقيها خطيرة معاكي، مش خطيرة. عايز لكم من حسن الحظ اني كل مرة باجي اطلع عنها بطلع اتكلم عنها مبقاش حاطة منها، يعني ببقى مثلا لسه مسحاها او حاجة. بس في حاجة انا بقيت بعملها مؤخرا اوي في اي مسكرة بتعامل معاها على وجه الارض، ان انا باجي بالليل وبمسحها بميك اب ريموفر. بمسحها اولا عشان حفاظا على رموشي، عشان رموشي ما تقعش، لان رموشي خفت جدا من كام نوع ماسكارا اللي كنت بجربهم الفترة اللي فاتت ووقعوا لي رموشي حرفيا. واتكلمت ونزلت لكم عنهم، فكانوا سيئين جدا. فمؤخرا بقيت باجي بالليل واروح ماسحه اي ماسكارا انا حطاها في رموشي واخلي رموشي بيور خالص. فجربوا الاتنين ومش هتندموا خالص، واشوفكم في فيديو تاني وجديد.